في خطوة نحو الارتقاء بالواقع التربوي بمحافظة كركوك، مؤسسة النجاح للتربية والتعليم وتحت شعار دور الإعلام في ريادة المجتمع جمعت عددا من النخب الإعلامية والتربوية في مؤتمر حواري للخروج بتوصيات تفيد المجتمع. تنظيم مؤتمر للم الشمل للإعلاميين والتربويين، والهدف منها الخروج بتوصيات عدة للنهوض بالواقع التربوي وللنهوض وتنمية المجتمع وإبراز أو توجيه وصناعة جيل واعي من شبابنا اليوم، جيل واعي محب لوطنه محب لأهله وناسه في هذه المحافظة الكريمة والحبيبة. المؤتمر كان للإعلاميين المؤثرين في كركوك، لكن في هذا المحور الثاني اختلفت آراء الصحفيين الشباب من الجيل الجديد والتقائهم بالجيل القديم، وما بين ناقد للمؤسسة التربوية التعليمية الحكومية فكان الأولى لها بلم شمل هذه النخب. هنا مجموعة من الإعلاميين القدامى عندما كنا أطفال نشاهدهم بقيافتهم وبلغتهم الصحيحة، كنا نتمنى أو كنا نفكر كيف يحاولون أو كيف يجرون هذه المقابلات أو يلقون بهذه أو كيف يقدمون الأخبار، أي نوع من الشاشة، ما نوع الكاميرات، أين هم حاليا. اليوم نلتقي بالسيد هاشم جباري والأستاذ نبيل والمصورين القدماء الذين طالما كنا نقرأ أسمائهم بالتايتل في القناة العراقية القديمة. توصياتهم كانت تختلف عن توصيات الشباب. أعتقد هكذا مبادرات من شأنها أن تعلي وتوثق العلاقة الطيبة ما بين الإعلام وما بين التربية والتعليم، لأنهما وجهان لعملة واحدة. الهدف سامي، هي رسالة سامية إنسانية، تعليم المجتمع، تعليم الأجيال ينبثق من المؤسسة التربوية، والتنشئة الإعلامية تنبثق من تعاون الإعلام والتعرف كيف يتعامل الطالب مع الإعلام. هذه المؤسسة الأهلية بين قوسين أن تستضيف رعيلين من صحفي كركوك، الرعيل الأول إذا جاز الوصف والرعيل الثاني، لكن أليس من الأحرى أن تكون هذه الجمعة أن تحتضنها مؤسسة تربوية تعليمية حكومية، نظرا لما أهمية التعليم الحكومي لدى عامة الناس. قد يكون لهذا الأمر أثر وإسقاطات أوفر وأشمل وأوسع مما لو كانت مقتصرة في هذه المؤسسة الأهلية. كيفما كان القصد من وراء هذا المؤتمر، لكنها ربما تكون خطوة جريئة وجيدة في نفس الوقت لهذه الجمعة لعدد من الإعلاميين ونخب تربوية من قبل مؤسسة تربوية أهلية، بدلاً من أن تكون نقطة الالتقاء مؤسسة حكومية معروفة. فالإعلام ربما من الآن فصاعدا سيتعامل مع المؤسسات التربوية الأهلية وتترك الحكومية، والأسباب معروفة. هالغورت حسن، فضائية كركوك.